أنني لفيت البلاد وطفت وشفت ألوان من العباد. أنا الشاهد على التاريخ، جيت بقلمي على طول أكتب حروف وسطور عن شعب ملى الدنيا نور، حضارة، دين، فن وعلوم، على الأرض بتزرع الخير كل يوم. اقرأ واعرف يا إنسان، كان في إيه هنا زمان على أرض مصر. مشاهدينا في كل مكان، النهارده من خلال برنامجكم على ارض مصر هنتكلم على كتاب مهم جدا، او بمعنى اصح جزء من اجزاء هذا الكتاب الهام جدا، وهو كتاب وصف مصر اللي اتكلمنا عنه قبل كده، وقلنا ان هو كان خلاصه دراسات وابحاث علماء الحمله الفرنسيه على مصر. حتى بعد ما تمت الحمله الفرنسيه وخرجوا من مصر فضلت الابحاث والدراسات مستمره في مصر. في الجزء السابع من الكتاب بنتكلم عن الموسيقى والغناء لدى المصريين القدماء. في الحقيقة زي ما قلنا ان علماء الحملة الفرنسية كانوا مهتمين جدا بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية وكل حاجة موجودة في حياة المصري القديمة، عشان كده خصصوا جزء كامل في الموسيقى لدى المصري القديم، لأنهم لقوا ليها تاريخ طويل جدا من الأسر القديمة جدا، وحتى يعني الفترة اللي كانوا موجودين فيها، ولقوا ان الموسيقى مرتبطة في مصر القديمة بالدين بصفة عامة. يعني برضو اللي هيقرا الكتاب ده هيلاقي ان هم كحضارة فرنسية كانوا متأثرين بالثقافة اللاتينية او اليونانية والرومانية بشكل عام، فكانوا بيذكروا دايما من خلال تحليلاتهم للموسيقى المصرية كانوا بيذكروا نظريات أفلاطون في موضوع الموسيقى وربطها بالأخلاق. لو اتكلمنا بقى بشكل يعني تفصيلي عن الموسيقى لدى المصري القديم، احنا زي ما قلنا ان هي كانت موجودة من الأسر القديمة، هي مش شيء حديث او دخيل على الحضارة المصرية، بل بالعكس ان هي كانت مرتبطة بأسطورة بدء الخلق بتاعة إيزيس وأوزوريس. الموسيقى بشكل خاص كانت مرتبطة بأوزوريس بعد ما تحول لإله الخير والجمال. طبعا كان من ضمنها الفن والموسيقى، وكان بيقال الأساطير المصرية كانت بتقول إن كلام أوزوريس كان مليء بالحكمة والسجع الموسيقي والشعر، وكلامه كان حلو وطيب جدا لدرجة إن هو كان فيه موسيقى داخلية، وكان كل ما يكلم حد كان يسحر الناس أو يسحر البشر بالسجع الموسيقي الراقي جدا اللي موجود في كلامه وفي شعره. ومن هنا بدأت الموسيقى، يعني هو حتى بيقال ان الشعر والكلام اللي فيه سجع هو اللي ظهر الاول، وبعدين بعد كده طلعت منه الموسيقى بأرتمها. يعني فهمنا من الكلام ان الموسيقى بصفة عامة كانت مرتبطة بالناحية الدينية، وعشان هي مرتبطة بالناحية الدينية فكان لازم ان هي تكون مليئة بالاخلاقيات ويكون هدفها السمو لدى المصري القديم. احنا شايفين معانا واحنا في المتحف المصري في الخلفيه مجموعه من الالات الموسيقيه. تقريبا المصريين القدماء عرفوا كل حاجه في الالات الموسيقيه، عرفوا الالات الوتريه، ويمكن ده صوره يعني بدائيه عن الهارب الشهير جدا اللي ارتبط بالحضاره المصريه. هنلاقي كمان حاجه زي الطبل الكبير، هنلاقي حاجات زي السمسميه اللي بيعزفوا عليها دلوقتي اهل السويس وبورسعيد
كل منطقه شرق الدلتا. هنلاقي كمان مجموعه من النايات والصفافير واحجام مختلفه واستخدامات مختلفه، يعني تقريبا ما سابوش نوع من انواع الالات الا كانوا عارفينه. بنرجع تاني لأهمية الموسيقى والغناء لدى المصري القديم، ومن الحاجات الراقية جدا والجميلة جدا في الأخلاقيات المصرية القديمة اللي ذكرها الجزء السابع زي ما قلنا من كتاب وصف مصر، إن كانت الموسيقى والغناء مرتبطين بالرقي والأخلاقيات لدى المصري القديم. هي أصلا نبعت من التعبد، نبعت من المعبد، نبعت من الصلوات والتراتيل. فكان المفروض ان هي شيء راقي، شيء مرتبط بالدعاء، شيء مرتبط بالآلهة، لحد ما تطورت. وكان طبعا سواء اذا كانت الموسيقى مصحوبه بالغناء او الموسيقى فقط، الا ان هي كانت دايما مهمه جدا لدى المصري القديم، لحد ما خلوها مرتبطه بتربيه وتعليم الاطفال. عشان كده كان دايما بيبقى فيه تحذير من المسؤولين عن الموسيقى في المعابد والكهنه، ان الموسيقى لابد ان هي تكون راقيه، ولابد ان الكلمات المغناه لابد ان هي تكون فيها حسن السلوك والاخلاق، وتكون تعليم علشان الاطفال لما تيجي تسمعها وترددها تتعلم منها وتعمل لهم سمو روحي وسمو اخلاقي. طبعا إذا تحدثنا عن الموسيقى والغناء في مصر القديمة، ده كان موضوع كبير جدا ومهم جدا في حياة المصري القديم في الحقيقة، لأن المصري القديم كان الغناء يعني بيشغل حيز كبير من حياته. وطبعا كانت هناك أنواع كتير من الغناء. طبعا كان زي دلوقتي مثلا كده، كان في الغناء في الاحتفالات مثلا، سواء الاحتفالات الشخصية زي أعياد الجواز وما إلى ذلك، وكان طبعا الاحتفالات في المناسبات الكبرى، يعني مثلا زي مثلا عيد أمون، عيد أوزوريس، مش عارف، احتفالات شم النسيم، احتفالات مش يعني حاجات كتير. كل الاحتفالات في الحقيقة كان المصري القديم يستخدم فيها أناشيد وتراتيل يعني وأغناء كانت جميلة جدا. طبعا ومن أدوات الموسيقى اللي وصلتنا ومن النقوش على المقابر والمعابد، عرفنا أن المصري القديم كان يهتم في الحقيقة اهتمام كبير جدا بهذا الموضوع. كان موضوع كبير جدا في حياته. طبعا كانت هناك أناشيد ترتل عند المتوفى، كانت تصاحب عملية التحنيط، تصاحب الموكب الجنائزي. يعني كان الغناء ده حاجة كبيرة جدا في حياة المصري القديم. كانت أناشيد تقال في المعابد، كان يستخدم فيها مثلا أدوات كتير من الموسيقى. طبعا وإحنا عارفين زي ما ذكر حتى علماء الحملة الفرنسية في الكتاب، في كتبوه يعني عن الحملة، عن الآثار وعن حياة مصر فيما سبق. كانوا يعني وصفوا حاجات كتير من أدوات الموسيقى والغناء. طبعا وصلنا في الحقيقة احنا هنا في مصر أدوات كتير في الحقيقة غير اللي كانت مرسومة على أو منقوشة على جدران المعابد والمقابر واللوحات. هناك أدوات وصلتنا بالفعل، يعني مثلا هناك مجموعة كبيرة عندنا حتى هنا في المتحف المصري، يحتفظ المتحف بمجموعة كبيرة من الآلات الموسيقية اللي كانت بتصحب كل المناسبات سواء الدينية أو الشخصية أو المناسبات العامة في حياتهم. طبعا وصلتنا مجموعة كبيرة من النايات. طبعا المصري القديم عرف الناي، عرف الصاجات، عرف الشخاليل، عرف الدف، عرف الهارب، عرف يعني الأدوات السمسمية، عرف حاجات كتير يعني كانت لا زالت تستخدم حتى دلوقتي. يعني في أبحاث كتير بتتعمل لحد دلوقتي عن الأدوات الموسيقى في مصر القديمة اللي احنا طورناها في هذه الأيام يعني. زي ما قلنا
قلنا ان الموسيقى والغنى بالرغم ان هم ارتبطوا بالتعاليم الدينيه والمعابد والصلوات، الا ان هي بعد كده تطورت وخرجت من هذا الاطار وبقت شيء حر، بقت مرتبطه بالاعياد والافراح والتسليه والترويح عن النفس. لكن زي ما قلنا ان المبدا الصارم لدى المصري القديم ان هي لازم تكون مرتبطه بسمو الاخلاق والفضيله. أفلاطون حلل الظاهرة دي بشكل جميل جدا زي ما ذكر في كتاب وصف مصر في الجزء السابع المؤلفين والباحثين، وربطوا زي ما قلنا بآراء ونظريات أفلاطون إن فكرة السمو بالموسيقى وبالغنى كانت شيء أساسي في أخلاقيات المصري القديم. بنتكلم برضو عن فكرة الرقص ظهر بعد الموسيقى والغناء. الرقص ظهر ازاي؟ برضو ظهر في البداية داخل حوائط المعبد، كان بشكل ديني لكن كان له برضو قواعد وأصول. شافوا ان يعني من سمو الخلقة والبنية للإنسان ان هو يكون عنده تناسق عضلي جميل جدا، يقدر ان هو يقوم ببعض الحركات الإيقاعية اللي يتماشى فيها مع النغمات والموسيقى. شافوا ان دي يعني حاجة راقية جدا ان يكون الانسان عنده هذه القدرة ويكون عنده هذا التناسق في جسمه. فابتدت تظهر الرقصات كنوع من انواع تقليد بعض القصص والاساطير، نوع تمثيلي زي مسرحيات، الاغنية شغالة او التراتيل شغالة او التعبد شغال بالقصة بالآلات الموسيقية، وفي الافراد سيدات ورجال طبعا بيقوموا بحركات بدنية بيمثلوا فيها أو بيعملوا محاكاة للأسطورة أو للقصة الدينية اللي هم بيحكوها. طبعا كانت هناك أناشيد تقال في المعابد، هناك في الاحتفالات، في أعياد الحبسد، في الأعياد بتاعة الملوك. كل ده كان في حياتهم في الحقيقة كان مهم جدا جدا جدا. وشفنا على جدران حتى منقوشة يعني في لوحات كتير وجدران كتير، شفنا مثلا مناظر لراقصات، مناظر لراقصات يعني يضربن بالدفوف. هناك يعني مثلا يعني اللي يغني، هناك اثر كان موجود يعني واحد حاطط ايده كده زي اللي بيقول يعني او بيغني كده او بيقول مواويل اللي احنا بنسميه الموال دلوقتي. في الحقيقه وصلنا اثار كتير من العصور الفرعونية المختلفة، ابتداء من عصر الدولة القديمة إلى العصر المتأخر وحتى العصر الروماني. وصلنا كتير من نماذج للغناء والموسيقى في مصر القديمة، وإن كانت دي حاجات مهمة جدا عندهم، كانوا بيستخدموها في كل حياتهم. يعني كل المناسبات كان بيستخدم المصري القديم الغناء والأناشيد، منها أناشيد دينية ترتل في المعابد، ترتل على المتوفى، ترتل في تصحب الموكب الجنازي وما إلى ذلك، ومنها أناشيد زي ما احنا قلنا اللي هي الأفراح في الزواج والمناسبات الأخرى اللي كانت يعني في البيوت وفي العائلات وما إلى ذلك. يعني ذلك أن يعني أن الموسيقى كانت مهمة جدا. وحتى كانوا يعني مثلا كان المكفوفين في مصر القديمة كانوا دايما يعلموهم الموسيقى. يعني وصلنا أكثر من نقش لأحد المكفوفين مثلا، أو يعني يكون قاعد كده بيقول الأناشيد، خاصة الأناشيد الدينية وخاصة الموسيقى في المعابد. كان دايما بيعزف الكفيف يعني عليها. ودي طبعا حاجة جميلة جدا ان كان حتى الكفيف يتعلم الموسيقى، معنى كده ان هي كانت تدرس وتعلم وكانت حاجات سهلة جدا. وفي الحقيقة الكم الكبير اللي وصلنا زي ما احنا قلنا يدل على ان مصر القديم كان اهتمام كبير بهذا الموضوع. ما ينفعش طبعا نتكلم عن الموسيقى المصرية وما نقولش او ما نتكلمش بالتفصيل عن آلة الهارب اللي هي بتعتبر طبعا من اعظم
واوائل الالات الوتريه اللي اتعرفت بشكلها القديم لحد النهارده تقريبا بنفس النظام او نفس الشكل. قصه الهارب ايه لدى المصري القديم هي طبعا من الالات الوتريه، ولكن النظريه اللي مذكوره في الكتاب كانت بتقول ان هي في البدايه كانت بوتر واحد فقط، يعني حاجه كده شبه القوس، قوس وعليه وتر واحد فقط، وبتطلع منه نغمات بيقدروا يخلوها تختلف لو طبعا كانت طويله او قصيره. القوس ده كان طويل او قصير، الوتر كان سميك غليظ او رفيع، فطبعا الاصوات بتختلف. فكانوا بيعملوا ايه عشان خاطر يخلوا فيه موسيقى يعني متنوعه النغمات من خلال هذا الوتر الواحد؟ كان بيبقى فيه عده اقواس او عده اوتار، كل واحد بيعزف على وتر واحد بطريقه النبر طبعا، فبيدي صوت مختلف عن الاخر. لكن المصري القديم طبعا يعني بما ان هو بيقدر الموسيقى وبيهمه ان هو يبقى فيه تناغم شديد جدا، حس ان الموضوع ده فيه نوع من انواع التنافر، ان يبقى فيه اقواس كتيره باوتار واحده تطلع اصوات مختلفه، مش قادر ان هو يخليها تتناسق. فابتدت فكره ان هو يجمع كل هذه الاوتار في قوس واحد، ويبقى العازف عنده القدره ان هو ينتقل بين هذه الاوتار ويطلع نغمات واصوات مختلفه من الاوتار المختلفه المجمعه في قوس واحد، سواء اذا كان في حجمها، في طولها، في غلظتها، في رقتها. علشان كده كان فكره يعني وجود الهارب ده كان هو عباره عن تجميع لمجموعه اوتار، وفعلا نجحت الفكره، واصبح الهارب المصري هو الاب الروحي لكل الالات الوتريه اللي ظهرت بعد كده. يعني كل الالات الوتريه اللي احنا نعرفها، سواء اذا كان كل انواع الجيتار او كل الانواع العود او كل انواع في الات كتير قوي باشكال مختلفه موجوده في كل الحضارات القديمه، كان الاساس بتاعها او كان الاب الروحي بتاعها هو الهارب المصري، اللي كانت تعتبر اله وتريه او اول الالات الوتريه اللي ظهرت على الاطلاق.